لسه عروسة وبتجهزي ولسه ما جبتيش بوتجازك. لازم تجيب البوتجاز الصح، لازم تجيب البوتجاز، لازم يبقى فيه ليه قطع غيار، لازم تلاقي ليه شركة صيانة بجد تتصلي بيها تلاقيها، مش اي حد يقولك وخلاص. لازم تتصلي مرة لازم تعرفي وتسألي مرة واتنين وعشرة قبل ما تشتري البوتجاز. الحاجة غالية جدا، فلازم تشتري حاجة تكون جايباها وناسياها، مش هتجيبيها وكل شوية تلاقي مشاكلها كتير. ده بوتجاز يونيفرسال بجد من أسوأ البوتجازات اللي استخدمتها. ده بوتجاز يونيفرسال، لما بتشغلي هنا البوتجاز معاكي بجد لازم بتنضفيه، بيبقى لونه كمان مش لامع. اول حاجة فيه. تاني حاجة هنا الاوكر، المفاتيح بتاعت الفرن او بتاعت كله ده، من كتر السخونة بتاعت بيسخن بدرجة رهيبة بجد، صعب جدا. لما بتشغلي الفرن الاوكر كلها المفاتيح بتاعت كل البوتاجاز مش بتشتغل خالص نهائيا، مش بتتحرك ولا شمال ولا يمين، مفيش اي خالص. وهنا من كتر ده كله ده بيتفرقع وبيتكسر لوحديه. ده كده اول حاجة في مشكلة البوتاجاز. تاني حاجة البوتاجاز في الفرن. هنا معانا البوتاجاز، تعالوا نشوف كده من الفرن. هنا الفرن في المفروض هنا في ازاز من جوه. هنا الازاز اللي جوه ده اتكسر كله كذا مرة، يعني غيرته يطلع 3 مرات مغيرتوش تاني. اخر مرة اتكسر سبته زي ما هو، قلت لحد ما يبوظ خالص كده مش يعني خلاص كده يعني انت كل شوية بتجيبي الصيانة عايزة فلوس عايزة فلوس، يعني مفيش حدا. ما فين الضمان ولا كل الكلام ده؟ يقولك ده عيب، عيب استخدام. طب ازاي عيب استخدام؟ يقولك ما تشغليش النار، افتحي الباب انتي تعملي حاجة في الفرن. ازاي لما اعمل حاجة في الفرن واسيب البوتاجاز مفتوح؟ معرفش ازاي ده. ما يعني الكلام ده ما اقنعنيش. وهنا كمان تاني حاجة عندي الجوان ده كل فترة لازم تغيريه، يعني كل فترة بتغيري الجوان، يعني ما بيكملش حاجة وتلاقي الجوان كله اللي هنا ده كله ده اتقطع. شايفين ده كله كده اتقطع يعني بجد. وهنا اللنضة اللي كانت فيه لنضة دي شغلتها فرقعت كده مرة واحدة. من ساعتها بجد ما بطلت، يعني خلاص انا بعمل فيه كده حاجات بسيطة وخلاص على كده. وهنا كمان الزراير دي خلاص بصي بتدخل ما بتطلعش، يعني اصلا مش شغالة. فبصراحة لو انت لسه هتشتري بوتاجاز فما انصحكيش ابدا ان انت تشتري بوتاجاز يونيفرسال خالص، لان بجد بوتاجاز مشاكله كتيرة جدا، مش هتخلصي من مشاكله. كل شوية عايز صيانة كل شوية. مش بوتاجاز امن بجد، يعني بوتاجاز مفهوش ريحة الامان. فلو هتجيبي بوتاجاز لازم تجيبي بوتاجاز تسألي عليه مرة واتنين. لازم تعرفي لازم تعرفي الحاجة اللي انت هتجيبيها اللي هتحطي فيها فلوسك بجد. لازم تجيبي حاجة تكون فلوسك انت حطاها بجد في مكان، في حاجة خلاص جبتيها ونسيتيها. لكن ما جيبهاش كل شوية تبقى مشاكلها كل شوية. انا بشايلة اعمل، بتبقى عاملة اي حاجة في الفرن وانت خايفة ان انت البوتاجاز الازاز هيفرقع في وشك ولا هيعمل ايه لا قدر الله. فبجد ما انصحكيش خالص. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة واعملوا شير كتير عشان يوصل لعدد من الناس كتير.